الأسطورة ما بيكونش مجرد لاعب أو مجرد رئيس نادي. الأسطورة أو النجم ممكن تكون منظومة كاملة، ممكن يكون فريق، ممكن تكون منتخب. هو ده الأسطورة. مش شرط تتقال أسطورة على لاعب، لا. منتخب السنغال منتخب جه من الآخر خالص للأمام، صنع تاريخ لنفسه، بيعيد سيناريو الجيل الذهبي. منتخب السنغال من 2019 لحد 2026 دخل أفريقيا للأدوار النهائية 4 مرات. 2019 ما خدش البطولة ولكن وصل للأدوار النهائية. 2021 خد البطولة من مصر. 2023 وصل للأدوار النهائية وما خدش البطولة. 2026 بيحقق بطولة أفريقيا. ده المنتخب ودي المنظومة الصح، دي الناس اللي شغالة صح. لعيبة قدرت إن هي تحاول، لعيبة قدرت إن هي تتعب، تصنع مجد وتصنع إنجاز بدون تطبيل إعلامي، بدون شو، بدون زيطة كدابة، مفيش الكلام ده كله. وشفنا ده في ماتش مصر بعد ما صعدوا وكسبوا. ساديو ماني قال لهم لا، مفيش احتفالات، لسه البطولة لسه ما جاتش. وبيجي في ماتش النهائي بيتعرضوا للظلم قدام فريق المغرب اللي هو أصلا متحكم في الليلة كلها. ولكن ساديو ماني صنع لنفسه لقطة وصنع لنفسه تاريخ بالحركة اللي عاملها دي، أقوى من إن هو ياخد البطولة. كابتن فريق وأسطورة يتقال عليه فعلا أسطورة، إن هو قادر يحرك منظومة كاملة وقادر يحرك فريق كامل يكون للسيطرة، إن الفريق ينزل تاني ويكمل الماتش ونلعب زي الرجالة، إحنا لسه الماتش لسه مخلص. ده يتقال عليه فعلا أسطورة، يتقال عليه فعلا قائد فريق. القائد مش بس بجون، القائد مش بس بهاتريك، القائد مش بكلمة، لأ، القائد بإن هو إزاي يدير جوه الملعب. ساديو ماني قدر ان هو يلعب على الحته دي صح، قدر ان هو يحرك 11 لاعب جوه الميدان وجوه الملعب علشان ينزلوا يكملوا البطوله تاني، وبالفعل بيكسبوا البطوله. هي دي الناس اللي بتتعب، هي دي الناس اللي بتنجح. عشان كده الاسطوره ما بيكونش مجرد نجم، ما بيكونش مجرد لاعب، ممكن تكون منظومه كامله يتقال عليها منظومه اسطوريه بحق وحقيقي. منتخب السنغال كان يستاهل البطوله وخد البطوله.